مبدئيًا كده للناس اللي جاية طالعة بتهاجمني وبتكتب في الكومنتات وتقول لي: "يا عم أنت بتتفرج على ماتش تاني، أداء إيه وبتنجان إيه ولعب إيه وبتاع." أنا بس حابب أقول كلمتين، مش لازم أطلع دلوقتي أنتقد كابتن حسام حسن وأقول الأداء وأتكلم على اللعب، إحنا كسبنا وخدنا من الماتش اللي إحنا عايزينه وطلعنا لدور التمانية، بلاش بقى شغل اللك والحك والناس كلها طالعة بقت نقاد، الناس كلها بقت تنتقد، أنا مش وقت إن أنا أنتقد منتخب مصر دلوقتي. مش وقت إن أنا أطلع أتكلم على كابتن حسام حسن وأقول إن أداؤه وِحِش واللعب وِحِش واللعيبة والزفت، اللعيبة امبارح كانت في أداء إحنا بنتكلم فيه وكان في سلبيات، بس مش هاطلع أتكلم فيها دلوقتي، مش وقته، وقت إن كابتن حسام حسن ومنتخب مصر طلعوا من دور ال16 لدور ال8 والماتش عديناه بالأداء الوِحِش بقى، أنا أهم حاجة أخدت اللي أنا عايزه من الماتش، خلاص، مش وقت إن أنا أنتقد، كلّها بقت نقاد وكلّها بقت طالعة تنتقد في منتخب مصر وكابتن حسام حسن اللي بيقدّم أداء كويس مع منتخب مصر.